بكم مع أبونا دانيال شمعون حول القراءة، حول دروس اللغة الأشورية المعاصرة. احنا هنبدأ اليوم يعني من البداية، كأنه لم نأخذ، لأنه أبونا عايز يعمل ملاحظات على النص تاعه، لأنه يعني بان له كيف يسهل تعلم اللغة الأشورية للي ما يعرف أشورية. فهو اختار إنه هو اللي يعرض النص مشان يعرف يكتب عليه ملاحظاتهم. أوكي أبونا، أنت لك العملية. اوكي أنا ما عندي شغلة الآن، أنا تفضل. هسه طبعا بان الوصل، هاي هي الصفحة الغلاف، صفحة الغلاف. ومثل ما قلنا في الحلقة السابقة أنه هاي اسم الكتاب هو قواعد اللغة الآشورية المعاصرة بالعربي، وبالآشوري جراماتيقي دلشانا. الدال هذه هي حرف عندها كثير من الوظائف. هذه الدال هنا تؤدي وظيفة المضاف إليه، جراماتيقي دلشانا، قواعد اللغة، مضاف يعني مضاف إليه. قواعد مشان اللغة بتاع مشان بتاع اللغة. أيوة هذه دال هي مثل ما بالضبط بالإيطالي دي، هي دي هذه. أيوة جراماتيكا دو فرنسية. أيوة جراماتيقي دلشانا آتورايا. آتورايا. أنت سألتني ليش بالعربي آشورية، بالآشوري ما نسمي آشورايا، نسمي آتورايا. هذه كلمة قديمة من بداية. كان الملك اسمه آشور والمملكة آشورية، أما الأرض أو البلد هي آتورايا، نسمي آتورايا. ليش هنا نأنثه؟ آتور هي تأنيث للآشور. آشور هو المذكر، هو الملك أو الإله كان بالنسبة لهم، وآتور هي مملكته. أيوة. يعني الشين تتحول إلى الثاء. ولذلك إلى يوم، وهي مستمر إلى يومنا هذا، نسمي نحن أسماء الأشخاص. للمذكر نسمي آشور، والمؤنث نسميها آتور بنت. عندنا اسم آشور للأولاد وآتور للبنات. أيوة. طب لما أنا بدي أسألك سؤال، لما طبعا. بسألك رجل اسأل أنت، لأنه هاي مهمة بالنسبة لي حتى أنا أوضح الأمور اللي أنا ما أشعر بها يعني. أيوة، لأنك أنت تعرف أشوري، أنا بعرف. نعم. هلا لو أنا بقول لك رجل أشوري، كيف بتقولوا بالأشوري؟ رجل أشوري. قرناشة آتورايا. شوي علينا. ناشا إنسان، يعني رجل قورة. أيوة. رجل. أيوة. آتورايا آشوري أو آثوري. ومرأة أشورية. مرأة بختة آتوريتا. بس أنا شفت بالكلمة الأولى أنت ما غيرت الثاء على الشين. لا ما غيرته، ما نغير بالنسبة هيك، بس لما نسمي اسم آشور، اسم علم آشور. حلو. ما يصير نقول آتور، ولو استعملوا قسم، بس هاي نتيجة جهلهم هذه بهالأمور هذه. قسم خاصة في إيران، قسم من آشوريين إيران، خلوا اسم الولد آتور. وطبعا هاي نحن نعرف يعني نعتبرها كل شيء معيب يعني. آشور للولد وآتور للبنت. طب شو آخر كلمة هاي؟ آخر كلمة هي دارايا. وهي صفة النسبة من دارا معناه عصر. دارايا عصري. فأنا ترجمتها بالعربي شفتها أحسن أن تكون المعاصرة بدل أن نقول عصرية. حلو جدا. قواعد اللغة الأشورية المعاصرة. هيك لازم. هذه دارايا هي يعني دارايا. أيوة من دارا هو عصر، دارايا عصري أو معاصر. واسمك هلا؟ واسمي هلا هون بالعربي الخوري دانيال شمعون. بالنسبة لنا هذا مستعمل بالعراق، يعني أنه القس اللي هو عنده درجة شوية أعلى من القس سموه بالآشوري كر أبسقوبا، مثل ما تشوفون هون. ما أعرف الإشارة هذه تبين لما أنا أحركها. تمام. أوكي هاي جميلة. أيوة كر أبسقوبا
بالعربي نعربها خر أسقف، ولكن مختصرا نسميها الخوري. وهي الخوري يستعملوها كل الذين من الأصل كانوا يستعملوا اللغة السريانية، مثل الموارنة والسريان الكاثوليك، السريان الأرثوذكس، والروم يمكن الروم أيضا ما بيستعملوها خوري، ونحن طبعا الآشوريين نستعملها خوري. والأصل هي كور أبسقوبا، خر أسقف، ولكن بالعربي تختصر الخوري. ايوه فقلت مثل ما قلت لك باللغة الآشورية كور أبسقوبا. حلو جدا. وبعدين اسمك؟ هذا اسمي دانيال. نحن بالآشورية هيك نقول دانيال، ونقول دانيال أو دانيال. ومعنى الكلمة هي مركبة من داني، هذه مقطعين وهو 3 مقاطع. المقطعين أولين داني يعني دياني أو دانني، إل يعني الله. أيوة دانيال. بعدين شمعون مو شمعون، شمعون. وشمعون أيوة. طبعا تأتي من الفعل شماع، والذي يعني سمع. شمعون الذين سمعوا. شمعون. وانت قلت موجودة طبعا أحد تلاميذ المسيح كان اسمه شمعون وسيمون، سموها سيمون باللغات اللاتينية. أيوة سووها سيمون، يعني اللي بيسمع. شمعون بيسمع. أيوة يعني مش اطرش، لا عكس يعني الاطرش، يعني اذانه مفتوح. وبعدين وضح لنا ابونا، خليك فوق نعم. فوق مشان يفهموا انه هاي الاحرف بالاشوري هي الاحرف الكبيره، لانه انتم بتكتبوا ايوه او السترانجيلو، نسميه سترانجيلي نسميها، او الكبيره، واللي نستعملها فقط للعناوين اليوم، للعناوين وللمانشيتات، ما نكتب بيها النص، يعني النص نفسه ما نكتب بيها لان شويه ثقيله هذه. ومن وين جت كلمه سترانجيلو ابونا؟ صدق ما اعرف، في هناك كثير نظريات. سترانجيلو قسم يقول هي اصلها سترا ايفنجالايا، يعني أيوة. الخط الانجيلي. ايوه لانه كتبت به الاناجيل قديما بهذا الخط. ايوه لمن طبعا ترجمت الى اللغه السريانيه والاراميه، فجراماتيقي. فتشوف انه المخطوطات القديمه كلها مكتوبه بهذا الحرف، بهذا الخط. حلو جدا. كلها مكتوبه بهذا الخط. ايوه. وهذا الخط نفسه في خلال العصور دخل عليه شويه تغييرات، مو تغييرات بنفس الخط، بس طريقه رسمه شويه عملوها شويه دائريه او منحنيه او قاسيه او بزوايا، ما زوايا مختلفه. راح تشوف من هذه واحد يشوفها بالمخطوطات القديمه، بس هو أيوة. نفس الاحرف يعني. ايوه فهمت. هو الخط الكبير. ايوه عفار مالك. ايوه. اما هذه اسمي فمكتوب بالخط العادي الاعتيادي. فهذا نسميه سترانجيلو، هذا نسميه عيادايا يعني العادي. سرطة عيادايا يعني الخط الاعتيادي العادي. سرطة هو الخط. ليك احنا نقول الصراط المستقيم. ايوه بالضبط، هو هذا الصراط يعني الخط المستقيم، خط سرطة. الخط. ايوه طبعا الصراط جايه من سرطة اكيد، لانه بالعربي خط هو الاصل العربي. ايوه الخط المستقيم او الصراط. ايوه سرطة عيادايا. ايوه حلو جدا. ايوه والكتاب هذا صدر سنة 2018 بوقتها. احنا حنحط رابط الكتاب كما هو، واحد يحمله، لكن ابونا حيدخل عليه تعديلات. نعم راح ادز لك بعد ما اخلص كله من جديد، تعملوا هذه مراجعة، فادز لك هو حتى تحطوا مكان القديم. فيعني انا حنحط القديم هذا تحت الشريط، هو متوفر على بالانترنت. وانا حط لكم الرابط حتى تعرفوا تحملوه وتتابعوا انكم ذاتكم
تفضل يلا أبونا كمل. هلا هسه نجي طبعا الفصل الأول. المقدمة ما لازم، ما حطيته هنا، مهم. بس هذه المقدمة كانت تحكي عن اللغة بصورة عامة، كتبت الكتابة. قبل كانت طبعا لغة كإنسان يتكلم فقط كلام، بعدين لما صار كيف صارت الخط، قبل الخط المسماري أو الخط الهيروغليفي بمصر وخط المسماري، وبعدين لما وجدت أو اخترعت الأحرف شلون صار ثورة. أنا حقيقة أستاذ سامي حسب رأيي يعني شخصي أنه 3 ثورات كبيرة صارت بالمعرفة أو بالمعرفة. الأولى كانت عندما اخترعوا الحرف، تمام، فبدأوا يقدرون يكتبون الأمور كلها مثل ما هي، الكلام يعني. وبعدين لما اخترعت الطباعة أنا أعتبر. والثالث الثورة الثالثة كانت هي لما الكمبيوتر والميديا صارت الكمبيوتر. أيوة صحيح. أنا هيك يعني حقيقة دا أشوف أنه هذه يعني نعم. فحكيت تكلمت بالمقدمة عن هذه، وبعدين جيت على اللغة الآشورية وشلون تطورت أو شلون دخلت في مراحل من التطور ومن التراجع والانكماش نسبة طبعا. وقلت هناك أنه حسب رأيي يعني استنتجت أنه اللغة هي شيء حي يتبع الإنسان، يعني المجتمع. إذا كان المجتمع اللي يتكلم هاللغة هذا يعيش حياة من الاستقرار والسلام والرفاهية، فطبعا يحاول أنه يشتغل باللغة وبالثقافة وبالأدب وبقية أجزاء الثقافة المختلفة، يطورها. وإذا لما يكون طبعا الإنسان مثل ما نحن هسه شعبنا الآشوري مر بعصور جدا عصيبة، وخاصة من بين 1400 بعد المسيح إلى قرب الحرب العالمية الأولى. هالفترة هذه فترة مظلمة في حياة الآشوريين. كذلك اللغة الآشورية تراجعت كثير في هالمرحلة، فنشوف أنه في قليل جدا من الكتب والمخطوطات المكتوبة في هالفترة هذه، ولكن موجودة، وكان منحصرة أكثرها في الأمور الدينية، الكنيسة. لأن الكنيسة هي بقت وحافظت على اللغة وعلى التراث الآشوري في هالمرحلة هذه، لأنه سياسيا كان جدا يعني صعبة المرحلة هذه. ما كان لهم حرية الآشوريين ولا استقرار، كانوا مضطهدين نتيجة اختلافهم بالقومية والعنصر عن بقية الشعوب التي كانوا يعيشون تحت حكمها. وثانيا أيضا العامل الديني لعب دور كبير في حالة الآشوريين هذه وعلاقتهم مع بقية الشعوب التي كانوا يعيشون فيها. لأنه نحن نعرف أنه المملكة الآشورية سقطت أخير شيء سنة 539 قبل المسيح، لما بابل أيضا احتلت من قبل الفرس، وسقطت الدولة البابلية اللي نحن نعتبرها أيضا استمرار للمملكة أو للإمبراطورية الآشورية. أيوة. فسقطت. طبعا الآشوريين عاشوا تحت حكم غير شعوب أخرى، تحت حكم ثقافات أخرى، لغات أخرى، لكن مع ذلك يعني استطاعوا أن يحافظوا على لغتهم وعلى ثقافتهم. وهذه يعتبرها كثير من المؤرخين أعجوبة حقيقة، يعني معجزة. كيف قدروا؟ ما كان هناك أي سلطة تحميهم، بقوا دائما مضطهدين يعني نقدر نقول. فبس استطاعوا أن يحافظوا على لغتهم إلى يومنا هذا وعلى ثقافتهم. طبعا وأنا أفهم منك أبونا، واللي يعني لاحظته من بعض الأصدقاء العراقيين اللي التقيت بهم، إنه ما زالوا في بيوتهم بيتكلموا اللغة الآشورية. نعم، مهيئ أقول لك حافظنا على لغتنا بالكلام وبالكتابة إلى اليوم. طبعا نحن نستعمل اللغة في جميع أنحاء العالم الآشوريين، إلا قليل منهم الذين طبعا يعني ضاعوا عن بقية عن القطيع نقدر نقول، فأخذوا لغات الدول التي يعيشون فيها. ولكن أكثرية الآشوريين
محافظين على لغتهم يتكلموها في البيت ويعلموها لأطفالهم. وفي كل من روسيا ومن جورجيا ومن أرمينيا وعراق، إيران، سوريا، لبنان، الولايات المتحدة، الأقطار الأوروبية المختلفة، أستراليا، نيوزيلاند، في كل هالأماكن الموجود فيها مجموعات آشورية محافظين على اللغة، ويحاولون أيضا يستخدمون وسائل التواصل، وسائل سواء تلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعية في نشر لغتهم. حلو 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 حلو. حتى لا تنقرض حقيقة. وأنا كثير مرات كانوا يطلبون مني هون في السويد أن أعمل محاضرة، سواء حتى في الجامعة الصغيرة الموجودة هون وفي مكانات أخرى في مدارس، عن هالأمور. كنت دائما أقول يعني أنا حسب رأيي، مو لأنني عنصري، ولكن أقول أنه هي هاي اللغة الآشورية، الثقافة الآشورية هي جزء من الثقافة الإنسانية. صح. فإذا ضاع هذا الجزء معناه ضاع شيء من الثقافة الإنسانية. صح صح صح. مو لأنني أنا آشوري، لا، لأن هي هيك، وكل الثقافات الأخرى واللغات الأخرى. لا مو فقط هيك، ما احنا عملنا حلقات قراءة سريانية للقرآن، واكتشفنا فعلا إنه يعني علشان تفهم القرآن فهم سليم لازم يكون عندك اطلاع على اللغة السريانية. يعني ما حد يقدر يشك في هذا الأمر بعد اللي عملنا من فوق بالفعل. ال200 أنا حلقة. هذه اللي عملناه يعني حقيقة تعجبت به. يعني بالنسبة لي كنت أعرف شيء بسيط، أنه بعض الكلمات ممكن موجودة بالقرآن أصلها السرياني، ولكن بعد ما شفنا يعني أولا مع أستاذنا الله يحفظه لوكسمبورغ، وبعدين أنت من معاك الشغل اللي عملته، وشفت أنه حقيقة هناك كثير يعني أمور مهمة بالنسبة السرياني، مهم بالنسبة للقراءة الصحيحة للقرآن. ولا تنسوا إنه كمان إنه لولا الثقافة السريانية ما كان في ثقافة عربية، لأنه كل الكتب اليونانية اللي ترجمت، كتب الفلاسفة وكتب الطب وغيره، هم السريان اللي ترجموها للعربي. فهمت علي؟ وكان عندهم ثقافتهم، وهم كان أهل الثقافة. يعني ابن رشد ما كان يفهم يوناني، اللي ترجم الكتب هذولا أظن ما أعرفش إذا أول ترجمة للسرياني أم اللي ترجموها للعربي هم السريان. نعم بالضبط، هذا موجود يعني واحد ما قدرش ينكر الجميل إنه لولا ثقافة السريان لك ما كان انتقلت الثقافة اليونانية إلى الدول العربية. نعم، إلى اللغة العربية. صح يعني واحد مش لازم واحد ينسى. بس أنا ما بعرف أبونا، هل أنت عندك علم هل مثلا كتب أرسطو ترجمت إلى اللغة الأشورية قبل أم مباشرة إلى العربي من اليوناني؟ أنا أظن ترجمت إلى الآشورية أو السريانية قبل، وبعدين ترجمت إلى العربية. ولكن اليوم تسألني في عندكم، أقول لا، ما أعرف. أنا حسب علمي إلى هسه ما شايف في مكان أنه أكو في المخطوطات أرسطو. يمكن في بعض الكتب الأخرى، لا مو كتب أرسطو نفسها، في موجود أمور من الفلسفة اليونانية بالسرياني، بالأشوري. بالأشوري. طب أبونا اشرح لنا، ما دام احنا تكلمنا سرياني وأشوري، اشرح للمشاهدين شو الفرق بين السرياني والأشوري مشان واحد يعرف شوية. نعم، السرياني كلمة، لو نجي على كلمة نفس السريان، هي تعريب لغة سوريايا. كلمة سوريايا تعريب لكلمة سوريايا. والسوريايا كانوا يطلقون على نفسهم الآشوريين بعد المسيح، أطلقوا على نفسهم هذه التسمية سوريايا بدلا من آشورايا أو أتورايا. ليش أخذوها من اليونان؟ لأنها اليونان منذ القدم كان يسمون المملكة الآشورية السيروس، السيريا المملكة، والسيروس الآشوريين، لأنه ما عندهم حرف الشين. لأنه ما عندهم حرف الشين بالضبط. وحتى اسم الملك، اسم العالم آشور، كان يسموه أسور. 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 والمملكة السيريا، والشعب السيروس. وبعدين دخلت في اللاتيني
سوريا، ومثل سيريا هيك. ايوه ايوه بس سيريا هي ايضا اشور، هي ايوه، اشور اصلها. وصارت سيرياك ايضا باللغات الاوروبيه الحديثه، سيرياك اللغه ايوه سيرياك، وهي ايوه نفسها سوريايا. يعني معنى هذا السريان جايه من سيروس، ومن سورايا، سورايا من سيروس، سيروس من السيروس، وسيروس من اشور. ايوه يعني هي سوريا مثل سوريا. سوريا ايوه هي اشوريه. سيريا كان في خارطه على جدار في مدينه روما، على جدار فورم رومانوم. ايوه كان في خارطه هيك من المرمر معموله مع الحائط على الامبراطوريه الرومانيه طبعا. فكان في احدى مراحلها الامبراطوريه الرومانيه كان احتلت ايضا الشرق الاوسط، فكان مكتوب في مكان لبنان وسوريا العراق مكتوب السيريا، منطقة بما فيها السير. العراق، بما فيها العراق. طبعا اها السيريا مكتوب فيها السيريا كانت. شوفت فهي بالضبط شوفت. السيريا يعني الآشور، مملكة آشور. حلو جدا. أيوة ايوه أيوة استفدنا هيك اهو، نعم. يعني فهمنا شو معنى. يعني لانه انا في ناس بينتقدوني بيقولوا لي ما تستعمل كلمه سرياني، اكتب استعمل كلمه اشوري. أيوة وهناك بالعكس، اللي أنا لما أقول لغة آشورية يكتبوا لي قسم من السريان، لا هاي مو في اللغة، قول سريانية. هو نفس الشيء، قول سرياني. بس شيء مهم لازم نعرفه، أنه في التاريخ القديم ايه والحديث أيضا ايه ما في اسم شعب أو مملكة سريانية، ما في. اها تمام، ما ما في. في. يعني هذه لا في الكتب المقدسة ولا في ال الاكتشافات الأثرية في ايوه الألواح الأثرية وغيرها. ما في اسم مملكة أو شعب سرياني، لكن في آشور، آشوري. يعني هي فقط مشكله اللفظ اليوناني، ما بالضبط فيش هو اللفظ. مثل فقط ما مثلا الشين مثل تحولت الى مثل السين. ايوه مثل المانيا، المانيا بلغتهم يسموها دويتشلاند، تمام. ايوه 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 الانجليز يسموها جيرماني، تمام. ايوه 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 السويدين يسموها تيسكلاند، ايوه ايوه هو بنفس. والاسباني يسموها المانيا، ايوه المانيا. نفس الشيء. حتى لما احنا بنحكي عربي بنقول سلام، اليهود بيقولوا شالوم. ايوه السين تحولت الى الشين. شين هم تحول العكس، يعني إيه. هم اصلها اشور. شين شلامه شلوم. ايوه تمام. واصحابنا بالاشوري شلامه شالوم سلام شوفت، نفس. هي فقط مشكله حرف. نعم اليونان ما يفهم، ما عندهم حرف الشين، ايوه فراحوا دخلوا لنا السين. بس بالضبط. باللاتيني كان في شين ولا لا؟ انا غلطان ابونا. الظاهر مع بداية، لأنه تشوف أنه ما في حرف شين حتى باللاتيني، إنما بعدين جمعوا أحرف، ايوه بعض الأحرف حتى هاللفظ هذا يطلعوه، تمام. ايوه أنت ايوه تعرف أنه باللاتيني حتى تقول شيء لازم تكتب اس وسي وبعدين حرف علة. ايوه 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 تشي، مثل بالطلياني تشي سونو، تشي سون. ايوه هاي إذا سي مع حرف علة تشي تصير، ولكن اس سي واي مثلا يصير شي. ايوه ايوه على كل مو مشكله، مو حتى مشكله، بالهذه. يعني وشوف فقط نعرف يعني. بالالماني لازم تكتب اس وسي واتش حتى تكون شيء. ايوه 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 بس احنا يعني فقط مشان مو تعصب الظاهر لكلمه. انه استاذ سامي عشان الضحك ايضا، الظاهر انه هذا الحرف شين يعني كان مغضوب عليه لهذا ايوه 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 الشعوب هذه ما كان لها شيء. اما ايوه نحن فكثير في شيء في اللغات الساميه، شيء ايوه وخاء. حتى لما كان يجون اصدقائي القسس السويديين بالكنيسه عندنا يشوفون نحن نصلي دائما نستعمل شيء وخاء كبير، يقولون انتم دائما شلخ 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 شلخ، دائما عندكم شيء وخاء ولام دائما تستعملون. ايه نفس الشيء مثل حرف الخاء بالعربي. في الامم المتحده لما واحد بيكون عربي يلقي خطبه في الامم المتحده يقول الفقره الثانيه، مش هيك من القانون؟ هم يفهموا الفق. فأستاذ يقول لي أنا يعني ما كنا نضحك أكثر من قعدتنا لما نستمع لخطاب عربي. لو يبدأ يقول الفقرة الثانية يقول الفق.
يقول لي هيك استاذ ايطالياني، قال لي هاي انتوا اللي عندكم الفك هاي. مشكلة. ايه، واحنا عندنا نفس الشيء، يعني لما تتعلم اللغه الفرنسيه تدخل عند اعرى مثل هيك تصريف بعض الافعال بضحك. فاحنا لما كنا صغار 10 سنين كنا نموت ضحك. ما نعرفش كيف كل ولا ما بيستحوا على حالهم يحكوا مثل هيك. وعلى فكرة أن هناك كلمات مثلا بلغة معينة في لغة أخرى نفس الكلمة موجودة بس هي مسبة يعني. بس تمام. هي كلمة مو جيدة يعني، أيوة رديئة. أيوة تمام. نحن هسه عندنا بالإيطالي يعني في كثير كلمات هي بلغتنا هي مسبات يعني ما حلو. ما حلو تحكيها صحيح. أي مشكلة. على كل حال شو نسوي؟ عليك يعني، ما هو فقط لانه ما يتعصبوا الناس سرياني نعم اشوري. احنا نعم. لا مع حد ولا مع حد، احنا فقط أيوة بنوضح. إنسان لازم لا يتعصب، لا يقول الأمور كما هي موضوعية، هي هاي. فقط الكلمه اليونانيه، المشكله اللغه اليونانيه اللي سيطروا على المنطقه واللاتين ما عندهم الشين، فشو يعملوا لك؟ عملوا أيوة لها السين وريحونا. تفضل صح يلا. صح. احنا حنتكلم، بس هنا حنقول احنا ندخل ندرس اشوري مو سرياني. نعم نعم نعم. أوضحوا، لأنه هنا نقطة أخرى أبونا ربما توضح أنه هذه هي اللغة الأشورية الشرقية، لأنه هناك أيوة أشورية غربية، مش هيك نعم أبونا؟ بالضبط بالضبط فهذا يختلف. كتاب بالضبط. القواعد الأشوري الشرقي، العراق، هذول قواعدهم تختلف عن اللغة الأشورية نعم الغربية، نعم وهناك يسموها سريانية. نعم نعم. في لبنان وسوريا ما بيحكوا أشوري، بيحكوا أيوة سرياني. صح. الجناح الشرقي اليوم ايه يتكلمون به، يستعملوا يتكلمون ويقرون في الكنائس وفي غير المكانات المدارس القديم يستعملوا سواء الكلدان أو الآشورين، يعني سواء الكنيسة الكلدانية أو كنيسة المشرق أو الشرقية ايه فيعني نفس الآشوري الشرقي أو السرياني الشرقي أو الآرامي الشرقي. قول أنا ما يعني نحن ما لازم واحد يغضب أنه لا أوكي، لأنه هذه الأمور مستعملة شئنا أم أبينا، ولو نحن نشوف أنه بالنسبة لنا خطأ أنه لازم يكون هيك أو هيك، ولكن هاي مستعملة اليوم فلازم ايه. واحد يقبلها مثل ما هي. مو فقط هيك، هو القواعد اللغة الأشورية الغرب الشرقية تختلف عن قواعد اللغة الأشورية الغربية، مش هيك في أبونا؟ بعض الأمور مو كل الأمور اللفظ يختلف، مش هيك اللفظ، أبونا؟ أيوة اللفظ يختلف. أعطيني مثال واحد مثلا، اقرأ لي الجملة الأولى من الصلاة الربانية: أبانا الذي في السماوات، كيف نعم تقرأها بالغربي نعم. مثلا وكيف تقرأها بالشرقي؟ الشرقي الكلدان والآشوريين اليوم نقول آون دوشمية، آون دوشمية، أو آبون هي آون دوشمية، أبانا الذي في السماء. شو هاي الدال الذي في السماء، آون أبانا دوشمية الذي شمية سماوات، أبانا الذي في السماوات. في الشرقي. الغربي يقول آون دوشمايو، آون دبشمايو، أها. دبشمايو، ما أيوه يلطفوها الباء تبقى باء قاسية، آبون دبشمايو. أيوه. والمسيح كيف بتقوله بالسرياني وكيف تحكيه بالأشوري؟ أيوة بالآشوري نسميه مشيحة القديم، الحديث مشيخة، الحاء نلفظها خاء اليوم، أيوه مشيحة. وبالسرياني القديم يسموه مشيحو. أيوه، شفتوا؟ يعني هم بيقولوا مشيحه وهدول بيقولوا مشيحة. أيوة ايوه، لفظ وهو اللفظ. هو نفس المسيح، هو نفس المسيح، بس نفس. هذا باللغه اللهجه او باللغه الشرقيه، وذاك باللغه الغربيه. نعم فقط مشان تنتبهوا، احنا هنا بنقرا اللغه الاشوريه الشرقيه مو الغربيه. والعصرية الحديثة يعني مو القديمة. ايوه، لانه القديمه هذيك هي موجوده في الكتب المقدسه اللي يسموها أيوة مقدسه وفي الشفعه. الكنيسة ما زلنا نستعمل هاي اللغة القديمة. ايه،
والثورة عندكم انتوا الثورة الترجمة تاعتكم سموها بشطة. بشطة أيوة، يعني المبسطة. المبسطة، والتي كان ترجمت عن الأصول العبرية واليونانية في سنة 350 بعد المسيح. يعني حتى هي أقدم من الترجمات العربية جميعها. من كل الترجمة العربية، حتى من الترجمة اللاتينية فولغاتا. لا فولغاتا أي سنة ترجمت أبونا؟ يمكن 370 380. لا جيروم قبل أبونا، ولا أنا غلطان أبونا؟ لا أنا أظن نعم جيروم هو العمل، بس أظن بعد 350 ظهرت. أشوف لك أي سنة ولد يعني ومات، لأنه أعرف أنه في 300 أما 300 إيش كم هذه شوية. أنا أعطيك إياه لأنه حلو، هذا واحد يعرف إنه ما هي الأسبقية في الترجمات. نعم. ما هي الأسبقية في الترجمات؟ خليك معي أبونا مشان نشوف لأنه جيروم، أنا بشوف جيروم سان جيروم، أيوة بيبل تاع الثورة، أيوة جيروم دستريدو. هذا أبونا ولد لا صحيح، كلامك سليم أبونا. هذا ولد 347 ومات 420. نعم يعني كان عنده 3 سنين عندما نحن ترجمنا إلى البشطة ترجمة. أيوة، هو كان لسه ولد صغير لما هم ترجموا اللغة الثورة. أيوة يعني إيه. وأنتوا ترجمتوها عن اليوناني ولا عن العبري؟ عن العبري واليوناني. عن العبري واليوناني. أيوة. شفتوا وهلا انتم عندكم كمان ترجمة حديثة مش هيك ابونا للثورة؟ أيوة، ترجمة للغة الآشورية المعاصرة العصرية، عندنا ترجمتين 3. بس في الكنيسة انتم بتستعملوا البشطة القديمة ولا الجديدة؟ هي البشطة القديمة، ويترجمها الكاهن مباشرة إلى الحديث. لأنه ما يفهموها. ما يفهموها الشعب القديم. هو الكتاب مكتوب بالآشوري القديم، ولكن هو يقرأ بالحديث، يترجم حالا ترجمة آنية. يعني ما يقرأ بالآشوري القديم. لا. لأنه الشعب مش حيفهم كل شيء، يفهم شيء بسيط، ولكن طبعا لذلك القراءات من الكتاب المقدس سواء القديم أو الحديث جديد هي من زمان. المجمع الكنسي أعطى السماح بأنه تترجم إلى الحديث. أما بقية كثير من الصلوات لا، إلى الآن باقية تقال بالقديم، تقرأ بالقديم. أيوة فهمت. حلو جدا، هذه كلها معلومات جديدة إلي كمان، وأظن أنه يهم الناس اللي يتابعوا الدروس العاشورية يعرفوا هذا، وهذا مهم جدا. لأنه لما احنا كنا نعمل قراءات السريانية للقرآن دائما أسأل أبونا شمعون شو مكتوب بالبشطة، لأنه اللي كتب القرآن أكيد تأثر باللغة الأشورية القديمة تاعت البشطة، خاصة الشرقية، مثل ما نفسه أستاذ لوكسمبرغ قال أنه بالشرقي هو كان عنده قدامه القاموس الشرقي، يعني اللغة أيوة الشرقية. فإحنا نشوف اللي كتب القرآن لما وكان متأثر باللغة الأشورية الشرقية. فإحنا نحب نعرف كمان من وين اجت الكلمة القرآنية، هل جت من العبري أم من الأشورية تاعت البشطة؟ أيوة، البشطة هي المبسطة، يعني بشطة شفت سهل بشطة. أيوة بالفعل، يعني حقيقة اللي يعرف اللغة هذه يشوف أنه البشطة هذه الترجمة استعملت كلمات بسيطة حقيقة. أيوة تسهيل، يعني التعبير عبرت عن نفس الفكرة بس بأسلوب بسيط. أيوة يعني لم تكن ترجمة حرفية، هي كانت ترجمة تعبيرية. نعم بالضبط. حلو جدا. طيب نكمل أبونا. هلا أنت الفصل الأول إحنا مش هنبدأ بالفصل الأول؟ لا هسه فقط شيء بسيط أكمل
المقدمة كمقدمة. فأنا قلت لك أنه من 1400 للحرب العالمية الأولى هذه فترة صعبة كانت بالنسبة للغة الآشورية. وبعدين بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما اختلط هاجروا الآشوريين من قراهم اللي كان منعزلة في خاصة شمال بلاد النهرين اللي قسم منها في تركيا اليوم وفي إيران وفي العراق. هاجروا من تلك المناطق على أثر المجازر اللي سووها الأتراك ضد المسيحيين عامة في تركيا، والآشوريين والسريان واليونان والأرمن. تمام. فهاجر قسم من الآشوريين شرقا إلى إيران. في إيران لأن كانت هناك أيضا كثير من القرى القريبة عن الحدود التركية قرى آشورية، فراحوا عند أهلهم آشورية هناك. ومن هناك أيضا بعد ذلك بعد سنتين سنة 1917 هاجروا إلى العراق. جو دخلوا الإنجليز لأنه الإنجليز أخذوها سيطروا على تلك الأراضي، فوعدوا الآشوريين أن يجون إلى العراق أنه يعطوا لهم منطقة نينوى. ونينوى بالنسبة لكل آشوري هو حلم، لأنه نعرف أنه كانت نينوى كانت مدينة كبيرة عظيمة للإمبراطورية الآشورية. تمام. كأنه كمركز للآشوريين كانت. فقالوا أنه هذه، فجاءوا الآشوريين من ضمنهم كان والدي وعماتي وجماعتنا أهلنا كثيرين، فجاءوا إلى العراق. حطوا لهم في مخيم الإنجليز عملوا قرب مدينة بعقوبة اليوم في العراق، قرب مدينة بعقوبة مخيم كبير. فطبعا في هالهجرة هذه كان مشينا على أقدام، ذلك الوقت ما كان فيه الإمكانيات الموجودة اليوم. فتقريبا يقال أن نصف الشعب مات، نصه. نصه، يعني كارثة كبيرة. اليوم نشوف أنه تصير أيضا نفس الأمور اللي يهاجرون هذه، ولكن ذاك الوقت ما كان في لا تلفزيون لا هالقضايا ولا الطائرات ولا السيارات الموجودة في اليوم. المهم الوسائل اللي يعني ما كان في لا نقل ولا غيرها. فمات نص الشعب. ففي بعقوبة بقوا على عمل أنه الإنجليز يوفون بوعدهم. طبعا الإنجليز خالفوا وعدهم، مكتوبة كثير كتب على هذه المشكلة هذه. خالفوا وعدهم. بعدين شافوا الآشوريين ما في شارع، فطلبوا قالوا خلونا الإنجليز نحن ننتشر نروح إلى مكانات اللي نريدها بالعراق. فراحوا إلى الشمال على الأكثر، لأنه كان في هناك كثير من القرى الآشورية باقية في شمال العراق أيضا. فراحوا يتجهوا إلى الشمال، ومنذ ذاك اليوم بقوا هناك. سنة 1933 قام الآشوريين، شافوا بعد ما أسسوا الإنجليز الحكومة العراقية سنة 1921. الإنجليز هم رسموا الحدود وقسموا الأمور وقاموا الحكومات والملوك وغيرها بسوريا وعراق ولبنان وأردن والسعودية وغيرها. فشافوا أنه ما في يعني ما عم يعطوهم شيء، فعملوا انتفاضة سنة 1933. انتفاضة، فطبعا قاومتها والإنجليز أيضا وقفوا ضدها وساعدوا الحكومة العراقية والجيش العراقي ذاك الوقت، وصار مذابح أيضا. فقضوا على هاي الانتفاضة الآشورية، وقسم من الآشوريين هاجروا وقتها من العراق إلى سوريا. أيوه 1933 في سوريا، لأن كان سوريا تحت الحكم الفرنسي. فالفرنسيين قالوا أوكي تعالوا، راحوا اسكنوهم في منطقة كانت منطقة معزوء يعني خالية من السكان على ضفاف نهر خابور. أيوه نهر خابور. فهناك أسسوا مخيمات قبل، وبعدين سووا قرى كان باقية وإلى اليوم موجودة هذه. وحست داعش من جديد الكنائس كان بنوها كلها خربها ودمرها، ومن هناك أيضا هاجروا. باقين قسم قليل جدا في تلك القرى هناك. وهم لما راحوا إلى هناك كانت قاحلة منطقة، زرعوها سووها كلها بساتين، كلها يعني جنات صارت هذه تلك المنطقة. بس على كل حال فهيك هاي كانت المشكلة. فبعد الحرب العالمية الأولى
لما الآشوريين من مختلف القرى المعزولة في جبال الهكاري في تركيا وفي إيران وفي شمال العراق اجتمعوا في بعض المناطق في العراق كبغداد وحبانية واحدة اسمها وكركوك، مدينة كركوك ومدينة الموصل. هالأربع المراكز اجتمعوا فيها قسم كبير من الآشوريين المهاجرين من قرى مختلفة ومن عشائر مختلفة، وكان لها طبعا هذه القرى هالعشائر كل واحدة لهجتها المختلفة الآشورية. فاجتمعوا في هالمكانات، اختلطت اللهجات مع بعضها، وبدأ الآشوريين هناك في هالمراكز هذه يعيشون حياة شوية أهدأ واستقرار أكثر، واقتصاديا أيضا، لأن في كركوك كان في شركة نفط العراق اشتغلوا فيها وقدروا هذه، وفي حبانية كان في الجيش الإنجليزي كان يعملون هناك في هذا في القاعدة هناك، وفي بغداد أيضا كان السكك اللي نشأوها نشأت على أكتاف الآشوريين والأرمن على الأكثر في العراق، خطوط السكك. فكانوا هناك في مدينة أو حي السكك كان أكثرهم آشوريين هناك اجتمعوا. وفي موصل كذلك، هل اجتماعات صارت، هل المراكز أو هل المجموعات اللي اجتمعت اختلطت اللهجات الآشورية المختلفة مع بعضها، وتشكلت وتولدت لهجة جديدة هي تشمل كل هاللهجات تقريبا، وهي أكثر، رتبوها أكثر، وصارت مدارس، عملوا مدارس أسسوا في الموصل وفي كركوك وفي بغداد وفي حبانية، درسوها وكتبوا كتب بها. فهذه هي أنا التي عملت عليها قواعد. حلو حلو. نعم. حلو 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 جدا. وهذا القاموس اللي كنا نستعمله اسمه قاموس منا، مش هيك؟ أيوة، قاموس منا. نعم. هذا قاموس للغة الآشورية، أو نسميه هو لأن كلداني، كان كنيسة كلداني كلدانية أو الآشورية القديمة. القديمة. نعم. الأصل. أصلية. أيوة. هو أشهر قاموس باللغة الآشورية، مش هيك؟ يعني آشوري عربي، كلداني عربي. لكن أكو قبل سنة 1890 هيك عمل في إيران في أورميا أحد اسمه توما أودو، كان مطران الكلدان أيضا، يعني القسم الكاثوليكي من الآشوريين. ولو هناك طبعا في إيران الآشوريين ما يسمون نفسهم كلدان، يسمون آشوريين ولكن كاثوليك، وهذا أيضا والدي كنفس الشيء كان يقول لنا. فهذا عمل قاموس آخر آشوري أو كلداني مو كلداني عربي، قاموس كبير أكبر من هذا المنة وكلش يعني كامل. فهناك حط الكلمة معانيها أيضا بالآشوري بالكلداني، فأعطى كثير من المرادفات. يعني هذاك يعني حقيقة هو شيء مهول يعني جدا. وطبعا بعدين المنة اعتمد على ذلك وعلى قواميس أخرى مخطوطة كان موجودة، يعني كتبت في خلال السنين الماضية أو القرون الماضية، قواميس ما أخذت شهرة، كانت خطية مخطوطات. فمنة يعني عمل عظيم، اعتمد على هي كلها، ويقول في المقدمة وعمل هالقاموس هذا بكلداني أو أشوري عربي. هذا هو أشهر شيء، أشهر واحد من كثير من هالقواميس هذول. القواميس أيضا. حلو جدا. حلو جدا. وهذا هو قدامي أنا موجود أمامي. وهل هو متوفر على الانترنت؟ أبونا أنا شفت متوفر على الانترنت. يعني ممكن واحد يكتب الكلمة بالآشوري أو بهذا ويجد المعنى العربي لها، وحتى باللغات الأخرى. حلو جدا. حلو جدا. أيوة. فطبعا يعني تدريجيا بدأ من جديد تنهض الثقافة واللغة الآشورية في المراكز هذه. بعدين لما هاجروا إلى أمريكا أخرى طبعا جلبوا معهم الكتب وغيرها، وعندنا هلا عندنا كتب لا تحصى يعني في مختلف المجالات الأدبية، من قصة من شعر ومن غيرها ومن تواريخ مكتوبة، سواء في إيران أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في الدول الغربية المختلفة.
حلو جدا، نعم حلو. هذه هي. وعندنا طبعا أنا في مقدمتي للطبعة الآشورية للقواعد ذكرت قسم كمثال، قسم من هالكتب من هالأشخاص اي اي، ارى انه مفيد انك تضعه بالطبعه العربيه، طبعا لانه هذا جزء من ثقافتنا يعني، صح. من ثقافه المنطقه. انت ما بتحكي فقط للاشوريين، نعم احنا نعم. يعني احنا منا فينا مثل ما تقول. يعني الحقيقة واللي ألهمني أن أعمل هذا هو أنت حقيقة. تسلم فضل تسلم. يعود لك، وأنا أشكرك جدا. ودائما أقول أنه أنت اللي خليتنا أنه فلما كتبت ليش ما تعملوا بالعربي أيضا تكون حتى الفائدة عام، والذين ينطقون تمام. بالعربية ما يعرفون شيء حتى يستفيدون. أنا قمت عملت هالشيء هذا. مع زين أنه طبعا جدا. أنا ما أعتبر نفسي أنه أعرف عربي كلش مليح، ولكن ما يعني قدرت أنه أعبر عن هذه. الواحد يجتهد، الواحد ولو يجتهد كنت هو. بالمدرسة يعني من الجيدين باللغة العربية احنا ولكن بنجتهد، احنا نعم بنجتهد. نعم اللي عايز يسوي افضل، ما احنا لن مانع، لن لا مو مانع، مشكلة، لن بالعكس مانع. مشكورين. ايه ايه ايه. هاي هي. فالآن أظن إذا ما عندك سؤال نبدأ بالدرس نفسه تمام. هلا نزل لنا شوي مشان نقرا الفصل الاول، عنوان الكتاب اظن مش هيك؟ أيوة أيوة. الفصل الاول، الفصل ايوه. الأول هذا الحروف والحركات. طيب اقرا لنا اياه، اقرا لنا اياه بالاشوري. بالآشوري أتواتي وزوعي. أتواتي وزوعي يعني اتواتي. حروف وحركات. زوعي حركات، أتواتي حروف. من وين جت زوعي هاي؟ زوعي من كلمة زاع، هي بالآشوري القديم زاع يعني حركة. زوعة حركة هي. زاع حلو جدا. تحرك. هل آه، أبونا لها علاقة مع كلمة زوبعة؟ ما أعرف حقيقة، لأن ولكن الزوبعة هو الرياح اللي يمكن مع بتتحرك. كلمة فزع أو شيء من القبيل، يعني أو تحرك. زاغة ربما. زاغ. يعني لا في مالع. كلمة أخرى زاغ يعني زاغ. أيوة أيوة أيوة. بس أكثر حركة هي، يعني هي الحركة. حركة. أيوة. طيب منيح، حلو جدا. إيه وفي إيه. تقول في اللغة، طبعا في اللغة الآشورية قلت أبونا أنت كتبت بالإنجليزي the إيه، letters، بس يس. هذا مو صحيح. the letters and the accents. مو بالإنجليزي الحركات هي أيضا letters، هي منيح، vowels. بس ما هو les accents هي يعني أفضل بالعربي. يعني أقصى هي حركة، أقصى هي النبرة. ايه ما هو يستعمل، او احنا بنسموه سيني دياكريتيك بالفرنسي. أها. سيني دياكريتيك، بس منيح انت خليته ذا ليترز. بس لأن اذا أنا انطلقت من هالمفهوم أنه باللغات اللاتينية والنيو لاتينية كلها الحركات مو مثل عندنا نحن الساميين، نحن والعرب غيرهم والعبريين ايوه واليهود. الحركات هي حروف كاملة عندهم، يعني إيه داخلة بالأبجدية يعني. صحيح صحيح. بس مثلا انا عندي كتاب قواعد عبري بالفرنسي، إيه، بسمي هدول الحركات اقصى. صح عجيب. بسميه اقصى، لانه الليتر هو مو فقط عن الاقصى، الاحرف كمان يعني مكملات الاحرف، مش هيك؟ صح. انت لا تقول فرابي الى فرابي بتحط اقصى، هي اقصى بتعلم بطبيعه الحال هي، والحركات هي تغير المعنى على كل حال، نعم 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 مش هيك؟ على نعم. كل تعطي اللي نبرة تريده. مختلفة. أيوة صح. انت اللي تريده، انا فقط ملاحظه عابره. letters. أنا هيك شفت أنه ذا حتى ليترز ذا اكسنتس، وانا بكتبها هيك لو كنت محلك، لاني انا آه. عندي هنا كتاب قواعد عبري بالفرنسي، كاتبين لي زاكسون. عجيب. كاتبين لي اوكي زاكسون. راح اشوف اعمل انا حتى. ابحث لك واعطيك ايش كاتبين بالتمام. جميل. بالتمام، لان انا عندي كتب تعلم اللغه العبريه بالفرنسي، وكاتبين اقصى. اوكي يعني كاتبين حركات مترجميها اقسام. ايوه هيك اقصى. احنا يسموها على كل اللي تريد، فقط ملاحظه عابره. نعم شكرا ايه شكرا.
كمل ابونا يلا. اوكي نعم، ده نقول طبعا باللغه الاشوريه هناك 22 حرف، طبعا 22 حرف الابجديه الاشوريه، بينما العربيه 28. 20 لها، لانه نحن عندنا ايضا حروف اخرى مثل راح نشوف، ولكن هاي مو هي اصليه، هي مزيده بعدين. وعلى فكره العبري نفس الشيء 22 حرف. ايوه نفس الشيء إيه. نفس الشيء العبري والسرياني نفس عدد الأحرف، وإلها بعدين زيادات مثل ما ايوه وتشبه طبعا ايضا العبريه والسريانيه والاشوريه. يعني لهيك انا اقترحت عليك تضيفهم مشان فقط يعني مشان نشوف القرابه، لا يتبلبل القارئ في يعني فقط يكون عنده فكره انه تقارب الاحرف، مثل ما احنا بنقارب بعدين بين الاحرف العربيه والاحرف السريانيه. طبعا لانه بالعربي انا قارنتها بس بالعربي يعني كتبت. حلو جدا، لا كويس، يعني اللي تريد خلي انت اللي يريحك. اللي يريحك. اوكي فقلنا هاي 22 حرف والها صيغتين مختلفه تنكتب مثل ما قلت سترانجيلو او الكبير، أيوة. والاعتيادي او الصغير. أيوة. والكبير نستخدمه فقط هنا كاتب في كتابة العناوين والمنشطات، وتكتب بدون حركات عادة. أيوة. والمخطوطات القديمة كلها مكتوبة بهذا الشكل. أبونا عندي سؤال، لما أنت تقول الأحرف الصغيرة شو بتقولها بالسرياني؟ نقول أتواتي عياداي الاعتيادية. معناته مو ما تكتبها صغير، اكتب اعتيادي. اعتيادي أيوة. يكون أفضل ربما. أنا كاتب شوف الحروف الاعتيادية أو الصغيرة. حلو جدا. بس بالإنجليزي قابلها small letters. بس لأنه أبونا small letters، يعني لأنه تعرف اللغات الغربية أول يعني بأول الجملة بيكتبوا حرف كبير وبعدين بيكتبوا حرف صغير. أيوة. لا نحن ما عندكم هاي الشغلة. لا. لأن التفت أنا فكرت كلها اعتيادية أو كلها كبيرة. لأنه أنا لما قلت لي كبيرة يعني فكرت إنه بداية الكلمة تكتبها بالكبيرة والباقي بالصغيرة. فهمت علي؟ يعني جميل هالملاحظة عم تجمع. لأنه احنا في العربي ما عندنا حروف كبيرة وصغيرة، كلنا نفس الشيء. صح. ولا بالعبري أبونا. بالعبري إذا ما في. لا بس العبري عندهم يعني كتابة وطباعة يختلف. لا شوري يعني في، لأنه إيش بالبداية كانت أيضا مثل ما قلت لك ذيك الكبيرة فقط. أيوة. ولكن بعدين عملوا هالخط الاعتيادي الصغيرة. فهنا بالصغير أو الاعتيادي في فرق في رسم الحروف بين الشرقي والغربي. أما في السترانجيلو أو الكبير ما في نفسه هو. أما في الصغير في فرق في الرسم. يعني لأنه كان أبونا صديقنا هذاك كان يقولنا إنه لا، إنه في اختلاف كمان بين بالأحرف الكبيرة. السترانجيلو هو أحرف أخرى عندهم، كان يقول لي. أعطانا درس ودرسين مثل هيك، بس أنا ما فهمت منه كثير. هناك نظريات مختلفة، قسم يقولون لا ما في، حتى هناك أنه قسم يعتبرون الصغير أو الاعتيادي الشرقي كأنه هو سترانجيلو غربي. أيوة. في بعض هذه، بس أنت لما تشوف المخطوطات يعني راح تشوف أنه الكبير أو سترانجيلو تقريبا 95% هو نفسه، يعني شكل الكلمة شكل الحروف. أما قراءة الحروف فنفسها. أيوة. لا أنا أعني الشكل، أنا أعني بالشكل. الشكل. بالشكل. الشكل شوية متغير. أما الصغير أو الاعتيادي فكثير. فربما أنا أفكر جت لي فكرة أنه بدل ما نكتب الأحرف العبرية نكتب الأحرف السريانية الغربية مقابلها يمكن. وكمان آخر ما يكفي مكان أستاذ سامي. في مكان أبونا المشكلة لأنه لا أبونا شوف عندك هنا المشكلة إنه عندك هنا هامش كبير على اليمين، وهذا أصغر شو اسمه أصغر الهوامش يعني حاشية. فأنا ابعث لي الكتاب أضبط لك إياه. لا أنا ما أقدر أصغرها، بس أقول ما يطلع حلو يعني شوية. لا مش هيك. هو حالا واحد يقدر يصغره يعملها هيك. مش هيك أبونا، يعني
يعني انه شفت انه هذه البي دي اف في مكان واسع كثير على اليمين. ايوه. فهنا يعني ممكن يساويه. ايوه، على كل انت شوف هذه هسه ممكن نعملها يعني كبرها. تمام. بس ايوه بعدين ايوه تحط سطر بحدها فتعني. ايوه او صارت بس. ايوه بقى. اذا تساعد ممكن واحد يحط في هالمجال يقسمه الى اثنين، الى عمودين، عمود بالغربي وعمود بالعبري. ايوه، عفارم عليك. ممكن. بس عليك. ما اريد اشتت الانتباه القارئ يعني حتى لا بس المقارنة حلوة أبونا، اكيد. مشان تشوف القرابة بين الجماعات هذول. تعرف أبونا في هناك لوائح الأحرف ب10 لهجات شرقية. بعت لك إياه لوائح حتى في السبعية كيف تكتب. لكن يعني هي فقط للمقارنة، مو أكثر من هيك. وأنت تعرف مثلا اللي أصحابنا السامريين ما بيكتبوا بالأحرف العبرية، إلهم شكل أحرف ليهم. عجيب. أظن هي تقرب أكثر لكم من العبري، الأحرف السامرية. يمكن. بس تعرف شلون هذاك اليوم انا تعجبت، شفت فيديو لهذا الشيخ السامري، عملوا معاه مقابلة، ما أعرف كانت بالجزيرة أو بأي قناة، ومكتوب موجودة باليوتيوب، على اليوتيوب. كي يقول هو أنه اليهود هم قال نحن نختلف عنهم لأن التوراة الحقيقي الأصلي القديم هو عندنا بتاعنا. قال ليش؟ قال لأنه عزرا في بابل لما كانوا غير الحروف الأصلية إلى حروف آشورية، هو يقول هيك. يجوز الحق معه. فهو حسب نظريته أنه الحروف اللي يكتبوها اليهود اللي كتبوا بعد السبي البابلي هي حروف آشورية كتبوا بها التوراة، لهذا يقول يعني حروف غريبة عن الأصل، فغير غير مقبول هذا. فقال التوراة الحقيقي هو عندنا نحن السامري مكتوب بالحروف. فأنت ستقول بالعكس يمكن حروفهم أكثر قريبة عن الآشورية من الحروف اليهودية. أنا عندي هنا أبونا مخطوطات سريانية سامرية باليد عندي هون، صورتهم، ومقابلها النص العربي ترجموا كتب سامرية إلى اللغة العربية، ما احتفظت فيهم هنا وحتى وضعتهم في الانترنت. أنا حشوف لك، حبعت لك قائمة الأحرف السامرية فقط مشان تعرف هي. جميل شكرا. ايوه واحد يكون اطلاع يكون له. ايوه يعرف. واحد فلسطيني هو جار لك بفنلندا، هو يعلم اللغة السامرية. حلو. وهو ابونا ترجم الدكتوراه تاعته كانت عن التوراة السامرية بالعربي. حلو. يعني في اختلاف ليش بين التوراة في المعنى؟ يقول لك في حوالي 2000 اختلاف. غريب. وتعرف هم ما يعترفوا الا بالكتب الخمسه الاولى، ما بيعترفوا بالباقي. اوكي. نعم، هو هذا التوراة الحقيقي. ما هي التوراة فيها 2000 اختلاف. اوي. ايوه، وهو الكتاب تاعه متوفر، رسالة الدكتوراه تاعته التوراة ترجمة عربية من السامرية. حبعث لك اياها، ربما انه حتشوف ربما هناك قرابة بين الترجمة تاعتهم العربية. ممكن لان انا شفت هسه لما بدي اشتغل بالمزامير من البشطة، شفت الترجمات الاخرى الموجودة الحالية بالعربي. في اختلاف يعني بينها وبين البشطة. ايوه. انا هبعت لك الرسالة تاعته، الدكتوراه تاعته هو التوراة العربية تاع السامريين. عندي اياه انا عندي النص السامري ايضا ابونا. حلو. التوراة باللغة السامرية. حلو.
يعني هي ثقافة، هي ثقافة. تشبه العبري ولا ما تشبه لا، ما تشبه العبري كتابتهم. طريق. كتابتهم العبري ما يعرف، اليهودي ما يعرف يقراها. عجيب. ايه، ما يعرف يقراها للسامرية. ايه ايه يعني انا عندي اياها هون في المكتب تاعي، والثورة عندي هون حلو. على كل، فقط مشان تعلم. نعم للمال. ربما بعدين تقارن بين التوراة السامرية، بعت لك التوراة السامرية بالسامري. ايوه بالسامري بعد. ايوه وتقارنها قارنها. بالبشتة. نعم. هل هناك قرابة بين الأحرف البشتة وبين أحرف التوراة السامرية؟ حلو. وهيك نعرضها المرة القادمة. مفيد. نعرض المرة القادمة صفحة من البشتة، الفصل الأول. ايوه. والفصل الأول بالسرياني بالسامري، وفصل بالعبري، وهيك الناس يشوفوا الفرق بينهم. نعم. يعني مفيد. الثقافة. أيوة. الثقافة يعني. شو أيوة. كان يقول القديس إفرام؟ كان يقول اشتري العلم بدون ميزان. ايوه، اقتني العلم بدون قياس او ميزان، واقتني الذهب والفضة بميزان وبقياس. ايوه لانه بمقياس. مش هيك؟ لانه العلم يغنيك، بينما المال يعطيك القلق، بكلكك. بالضبط. وهاي انا كان مبدئي حقيقه. وهذا اللي احنا قاعدين بنساوي فيه. يعني احنا بنستفيد والناس يطلعوا على ثقافة الآخرين. هذا الإقصاء هو أخطر شيء. الإقصاء يعني والإنسان ايش قد ما يعرف من اللغات يكتسب شخصيات جديدة، يعني يكونوا شخصيات أكثر يعني. أنا أتذكر كان أستاذنا يقول لنا: إذا أنت عالم كبير في الرياضيات ما حد بدري بيك إن رحت روما. أيوة. أما إذا تعرف 4-5 لغات كل الناس يفهموا عليك. لا، اللغات مهمة. هو مثل بولندي كان يقولوا لي بعض العمال البولنديين كان في كركوك بوقتها يشتغلون في شركة نفط يعملون مشاريع هذه، فكان يجون أقدس لهم أنا قبل باللاتيني، بعدين علموني بولندي أقرأ يعني، ولا ما أفهم أنا بولندي، بس قراءة كنت أقرأ لهم هو القداس، فكان يجاوبون هم كلهم. فكان يقول نحن نقول كل من تتعلم لغة جديدة أنت تكتسب شخصية جديدة. صح. هذا كلامك سليم، وهي مشكلة المشايخ تاعونا، إنهم عندهم ثقافة جدا جدا ضيقة. أيوة. وتعرف أنا تعرف أبونا إني أنا كنت بدي أكون رجل دين قبل ما يطردوني. نعم حكيت. بس أنا بعمر 11 سنة كنا نتعلم 5 لغات. شفت 11 سنة. مهمة. عربي، فرنسي، إنجليزي، إيطالي، لاتيني. ب11 سنة. تصور يعني كانوا يدربونا مشان نوسع الافق تاعنا. ايوه. الافق تاعنا تعرف شو كانوا يقولوا لنا الكلب اللي مسكر على حاله يعني بيطلع ريحته وسخه. اي حلو. ايوه، بينما الكلب المنفتح ريحته طيبه. صح. هو هيك بالضبط. شفت علي؟ مثل حلو هذا مثل. ايوه. فقط مشان ليش اكتب، تعرف انه احنا في السنه الاولى وزعوا علينا قراطيس، يعني دفاتر. أيوة. تقول لي انت لما تقرا خذ ملاحظات دائما. واتذكر كلمه يقول لنا: القراءه دون كتابه كالليل بلا نجوم. تشبيه رائع. ايوه، 11 سنه وتعرف انه الدفتر اللي وزعوا لنا عليه بعمر 11 سنه لساته محتفظ فيه عندي. حلو. واليوم عمري 72 سنه والدفتر لساته عندي هون. جميل. فاهم علي؟ محتفظ به. وارجع اقول شو كنت اكتب شو كنت ما اكتب.
علي؟ إيه. وتعرف أستاذ سامي، هي هاي اللي أثرت عليك وخلتك أنه تتجه هيك الاتجاه، تكون منفتح إلى بقية الثقافات واللغات وغيرها حقيقة. أكيد أكيد هاي أكيد. من ذاك الزمن وأنت 11 سنة انفتح أمامك هالأفق الكبير الواسع. إيه أكيد، واحد ما بيعطس. أنا مثل ما حكيت لك مرات، نحن منذ الصغر كنا 4 لغات نعرف. هيك يعني حكي لغتنا الآشورية، اللغة الأرمنية، اللغة التركية، واللغة العربية. شفت علي؟ لأنه كان في مدينة كركوك هيك في المحل اللي كنا حي اللي كنا عايشين فيه، كان في عندنا أصدقاء من كل هذه، فكنا نسمع، وهذه من الصغر تعلمنا هاللغات هذه. أيوة، ده مهم، ده مهم، يعني فقط نشجع الناس إنهم ينفتحوا على ثقافة الآخرين، ينفتحوا على حضارة الآخرين. طيب إحنا بدأنا الحروف والحركات. أيوة، نكمل شوي، عندنا 6 دقائق حتى بعدين نستريح. أيوة. أو لا أبونا، نبدأ الأحرف بالحلقة القادمة، ولا شو رأيك؟ أوكي. لأنه بعدين نبدأ بالأحرف حالا. أكيد. أوكي. هلا نقطع هنا.